بابا حبيبي اصبري، اللي انت عايزاه هنجيبوه، هنجيبه اكل وهنجيبه شرب واللي انت عايزاه هنجيبوه. يا عم انا بص هاخده من استاذ الراجل، استاذ يا استاذ، انت داخل محل ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا تحت امرك امورني. خليك. انا بس عايز اخد الجاكيت ده بس. انا جاكيت. عامل كام ده راجل؟ الجاكيت اللي حضرتك لابسه عامل كام؟ من غير فلوس يا استاذ، ده عامل 50 ان شاء الله. الجاكيت اللي انت لابسه اخده انا؟ اقول لحضرتك بس. اتفضل طب وده عامل كام؟ انا مش عارف، الصبح ما اكلوش. فانت عايز تبيع الجاكيت عشان هو غالي والله، بس خده باي حاجه. طب انا ممكن اشتري منك. طب بيعه. انا ممكن اخلصك فيه دلوقتي، هاخده منك دلوقتي. طب نشوف. انا مش شغال والله، مش شغال في رجالي، لا في رجالي لا والله. طب كانوا ايه؟ عاملين ايه؟ جعانين؟ طب هتاخده بكام؟ يا عم هات بس كده، اقلع بس الاول من فوق كده عليا هيبقى كويس ولا لا؟ ماشي. باباكم يلا حبيبي. ربنا يخليهم لك. محتاج يتقيس شويه بس قشطه انا شاري. ماشي. انا جايب 800 جنيه والله. يا عم 100 جنيه حلو. ازاي حضرتك؟ انت عايز اطفال صح؟ مش حضرتك كنت عايز اطفالي؟ يا عم انا دلوقتي هاخد الجاكيت من الراجل. لا هو ده محل اطفالي، انت داخل عايز اطفالي ولا داخل تاخد حاجه من الراجل؟ وانا لقيت الراجل عايز يبيع الجاكيت وانا هاخده منه. وانت سمعت ان عايز يبيع الجاكيت وما سمعتش عايز يبيعه ليه؟ طب وانت انا الراجل عايز وبتقول له 100 جنيه؟ لا يا استاذ معلش، طب بعد اذنك حاج، وانت بعد اذنك بابا حبيبي اصبري، اللي انت عايزاه هنجيبوه، هنجيبه اكل وهنجيبه شرب واللي انت عايزاه هنجيبوه. يا عم انا بص هاخده من الراجل. استاذ يا استاذ، انت داخل محل ايه؟ محل تمام. اطفال بعد الراجل اذنك عايز كده. يبيع الجاكيت. لا معلش، الراجل 100 عايز جنيه يبيع. 100 جنيه بتقول له يا استاذ بعد اذنك بس احنا مش هو بص هو هديله فلوس. لا مش سيبه اللي انت عايزه انا. يعني نص. طب خلاص، طب صلي على النبي، صلي على النبي عشان بس يبقى انا ايه اللي انت عايزه انا هعمله لك بعد اذنك بقى. خلاص قول له خلاص بقى انت كده عشان ما نحسوش ان مشكله معاك. لو سمحت اقلع الجاكيت، اقلع بس الجاكيت يا استاذ، اقلع الجاكيت لو سمحت. اقلع انت في الدكان، اقلع الجاكيت يا حاج. لحظه، عشان العيال دي اسم الحاج ايه؟ اسم الحاج ايه؟ اسم الحاج ايه؟ اتفضل. يا سيدي ما تشتريش، انت بقى تستغل موقف تقول للراجل ب 100 جنيه. يا جدع روح توكل على الله، والله انت عارف. روح توكل على الله، الله يسهل لك. والله العيال دي والله. حاج البس جاكيت والله العظيم انت العظيم عايزه، البس انا بس طالع جاكيت. معايا شصلي وبتاع، بس انت عارف البس البهيه دلوقتي. يا حاج البس جاكيتك، والله من البس الصبح جاكيتك، البس جاكيتك بس يا حاج اللي انت عايزه. كانوا ايه؟ انت ليه يا حاج تبيع وقدام الاطفال يا حاج؟ لا يا حاج، وقدام الاطفال يا حاج. لا يا حاج، لا يا حاج، بص يا ابني، بص هتعمل ايه بس. استنى بس يا حاج، لحظه بس يا حاج. طب اسمعني طيب، هتعمل ايه طيب؟ بص لا يا عم والله العظيم. لا مش لحظه هينفع بس يا حاج، والله. لحظه بس. صدقني انت والله. زي يا اخويا معلش والله. انت زي بص دول بس اسمعني والله والله ابدا، والله يا ابدا ابني، يا والله حاج، العظيم يا يا حاج ابني. صلي على النبي، ده انت يا ابني والله العظيم انا عشان خاطر انتوا تضحكوا بس مالكوش دعوه، انتوا مالكوش دعوه. واحد الله يا عم، كلنا بنقفوا في الموقف دوت، في ايه؟ ايه؟ انا موظف محترم، كلنا بنقفوا في الموقف دوت يا عم. لكن التاني الله يسامحه جاي بيستغل، انت ما تخليش يا حاج حد. انا بس والله يا ابني بس. ما تشغلش بالك بحاجه، ما تشغلش بالك بحاجه. لو عايز اي حاجه هات محمد وهات نورين وانا تحت امرك، ما تشغلش بالك بحاجه. ما تشغلش بالك بحاجه، ما تشغلش بالك بحاجه. وانا ان شاء الله اول ما الظروف تتحسن ربنا ييسر لك الامر، انا هشوفك تاني بالخير، هشوفك تاني ان شاء الله. انا تحت امرك يا حاج، انا تحت امرك. لا ما تشغلش بالك بحاجه، انا تحت امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه مساء الفل، ايه الاخبار؟ الله. وعليكم السلام ورحمه الله الله وبركاته. الله. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الناس دي كانت عندك من شويه صح؟ حصل. بتصور معاك تجربه اجتماعيه، اهلا وسهلا. كان في كاميرا بتصورك من غير ما تاخد بالك وكنا عايزين معاك تجربه اجتماعيه ونشوفك هتتعامل ازاي مع الراجل ده اللي داخل بيقول لك انا ببيع الجاكيت بتاعي عشان يجيب اكل لاولاده. وكمان كان في راجل متطوع معانا فيها الخير نصاب يعني في النص. انت اتعاملت مع الراجل ده كانه اخ ليك. انا حطيت نفسي مكانه، كلنا بنمر بالظروف دي وبتصادف، والهيئه باينه والوضع باين، وبسم الله ما شاء الله محمد صح ونورين ادم ونورين. ادم ونورين بسم الله ما شاء الله، فباين ان هو موقف مش اكتر يعني.
بيبان النصاب، بيبان اللي جاي يتحايل عليك. قول لي انت عملت ازاي مع الراجل النصاوي اللي كان عايز ياخد الجاكيت انا ب 100 حسيت جنيه؟ ان في استغلال موقف هنا من الاستاذ. هو داخل يشتري حاجات اطفال، يعني انت في غنى خالص عن بس ده عايز يتأيف، ده هو داخل يستغل داخل موقف. يستغله. حتى الاستاذ بيقول له يعني اي فلوس، طب ل 100 جنيه واخده زي ما يكون عايز ياخد حاجه. فهنا انا بستغل موقف، مش حتى لو انا عايز اخده، طب حتى اقيم ثمن. لو عايز تقول حاجه للناس اللي هتشوف الفيديو تقول لهم ايه؟ اقول لهم الخير في امتي الى يوم الدين، وكل واحد يحط نفسه مكان يعني احنا بنقولوها بلغه السوق، بدل الكراسي يعني. احنا متشكرين ليك بجد وانت فرصة سعيدة. موافق ان احنا نذيع التجربه دي؟ طبعا فرصه سعيده، وانا اتشرفت بيكم كلكم. طبعا.